السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل بقى فراخ ومكرونه بشاميل. دي فراخ انا متبلاها وهشويها. جميله قوي، والطريقه دي لو عملتوها تعجبكم قوي. الفراخ المشويه دي انا هعمل دلوقتي. نزلت بمعلقتين سمنه بلدي ومعلقه زيت وحمر الدقيق. انا بديله تشويحه بس الدقيق. وهعمل بقى الدقيق. انا كنت متبله الفراخه دي يعني بقالها يوم، وعنتها في التلاجة عشان اعملها مع المكرونة. ماشي. انا كده بحمر الدقيق وحطيت عليها الفلفل والملح عشان كل التوابل تتحمص مع الدقيق، تبقى ريحة التوابل فايحة فيها. واقلبها كويس عشان الحاجة تندمج مع بعض. وعندي تعتبر ده نص كيس بشاميل فضيته، بيخلي المكرونة طعم تاني. انا جايباها بطعم الجبن، بس بقى سايبة كله يتحمص، يعني يتحمص ياخد تشويحة بس. وهنزل عليه باللبن تشويحة بسيطة كده بحمرها. بص عامل ازاي لونه بس يتغير حاجة بسيطة وبعدين هنزل عليه باللبن. واحدة بتقولي انت مكترة زيت في العجة. لا، انا مش مكترة ولا حاجة، هو الزيت كان مميل في جنب واحد، ان انا عندي الصاج ما كانش معدول، بس عشان كده هو ما كانش معدول. الصاج كان مكون الزيت في جنب واحد بس. بس هو انا مش مكتره زيت يا جماعه، عشان تقولي هو زيت ببلاش. لا والله انا مش بكتر زيت في الحاجه اصلا. انا حطيت اللبن بقى وبقلبه كويس. انا اللي هم بصراحه اللي اخواتي بيقولوا لي عايزين ناكله النهارده انا بعمله. بصوا، فيها سن كده جبنه موتزاريلا. الكيس اللي انا حطيته بتاع البشاميل عشان انا جايباه بالجبن، وطعمه مش هقول لكم رهيب. انا كنت سلقه المكرونه دي وسايباها تبرد. انا مش مسوياها قوي، انا سبتها استوت منها فيها كده، هي نصها يعني نص تسوية. وبعدين انا حطيتها على طول رصتها في الصاج. واللحم دي انا كنت معصجاها برضو، وكانت عندي. انا وريتها لكم قبل كده وانا بعصجها برضو. المكرونه دي كانت موجوده عندي وانا كنت معصجاها. المكرونه واللحمه انا كنت معصجاها ومحضره الحاجه اكتر ما انا عملت البشاميل وطلعت على طول واشتغلت. انا كنت عامله المكرونه دي قبلها بنص ساعه ونزلت بالبشاميل. لو في حاجة مختلفة في المكرونة، انا مش حاطة بيض خالص في نوع المكرونة دي. يعني دي تعتبر بدون بيض نهائي. يعني انا بشيل البشاميل سخن مع النار، بنزله على طول على المكرونة، ما خدش وقت خالص. انا تعتبر هعمل 3 صواني مكرونة بكمية المكرونة اللي معايا دي. ما تعرفوش ريحة المكرونة البشاميل عامل ريحة رهيبة، عشان الكيس ده الكيس البشاميل ده بالجبنة الموتزاريلا طعمه رهيب وجميل، مدي ريحة حلوة. وانا جربت النهاردة المكرونة من غير بيض، لقيتها احلى من وهي بيض معاها بيض. البيض صراحة بيدي زفرة في الاكل، وانا لغيت البيض من المكرونة البشاميل خالص. بحط بقى اللحمة. يعني في صواني انا بحط فيها لحمة كتير، وفي صواني بحط فيها لحمة قليلة، ما بيحبوش اللحمة عندي كتير. افرد بقى اللحمة زي ما انت عايزة. أنا اللحمة دي باردة اصلا، يعني انا كنت عاملاها معصجاها وعيناها في التلاجة اكتر ما سبتها تبرد بس بالسقعية بتاعتها. وحطيتها رصيتها على طول بقى على المكرونة البشاميل، على المكرونة والبشاميل بتاعي، ورصيتها. واحط الجزء التاني بقى المكرونة. بس اما افرد اللحمة الاول. المكرونة بدون بيض دي جميلة، واللحمة بدون بصل خالص. انا متبلاها بملح وفلفل وسبع بهارات وتوابل اللحمة وتوابل الفراخ المشوية. مش عاملة فيها اكتر من كده. عاملة اختلاف الاكل النهاردة، يعني شايلة البصل من الفراخ المشوية. حاطة كله توابل عادية، 7 بهارات، توابل الفراخ المشوية،
والملح والفلفل بس كده. والمكرونة أنا عاملاها بدون بيض. وصراحة الطريقة دي موفّرة شوية، وأنا البيض صراحة أنا نقّصته من المكرونة عشان بيدّي زفارة في الأكل، وما عجبنيش كام مرّة، أنا كنت على طول باعملها أول ببيض، وعشان كده قُلت أغيّر فيها وأجرّب، مش هاخسر حاجة. وأنا كده بارُص بقى باغطّي وِش المكرونة كلّها باغطّي صينية البشاميل بالمكرونة، باغطّي اللحمة كلّها كده ما باخلّيش اللحمة خالص باينة. يلا اللي معملش لايك واشتراك يعمل اشتراك على قناة يوميات بيت العيلة عشان يوصلوك كل جديد. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله عليها. انزل بقى بالبشاميل، البشاميل سخن زي ما انا قايله لكم. هغطي خالص المكرونة. بص الفلفل باين فيه ازاي، وبص البشاميل تقيل ازاي، وتحس الجبنة باينة فيه. تحس كده انه في نماسك كده، نماسك في بعضه كده، ما تعرفوش ريحته ولا طعمه، كأني مغرقاه جبنة موتزاريلا، وانا مش حاطه غير نص الكيس بس. ادخلها كده من الجناب عشان تبقى كلها مليانه بشاميل. انا بحب البشاميل كتير في المكرونه. هي المكرونه بشاميل حلاوتها وهي البشاميل كتير فيها. هعملها برضو بنفس الطريقه كده، ادخل البشاميل من الجناب. دي هملاها خالص بشاميل، بقيت البشاميل اللي معايا. بص عامله ازاي، ما شاء الله، جميله وسهله وبسيطه ومش مكلفه أوي خالص يا جماعه. واسمها برضو الاكله دي ممكن تكفيك كام يوم، وتكفي اسره من 5 افراد او 6 افراد. ما شاء الله أكلة جميلة، ولو جيت حسبتيها مش غالية خالص ولا مكلفة. ما شاء الله جميلة وطريقة سهلة وبسيطة، هتعجبكم إن شاء الله. بص كده أنا خلاص هظبط الوش وأدخلها الفرن، ما بتاخدش وقت. أنا كده هعتبر خلصتها أهي. هدخلها بس الفرن تاخد وشها تحمر، وأنا خلصت الفراخ وطلعتها. بصوا ما شاء الله، ما شاء الله جميلة وهتعجبكم قوي. بصوا بقى الفراخ المشوية اللي بدون بصل بتوابل بس، ودي المكرونة البشاميل اللي انا عملتها معاكم. ويا رب يعجبكم وصفة النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.